ازيكم يا حلوين؟ هنا بقى احنا هنعمل مع بعض القرص الطرية. طريقة سهلة جدا ومعتمدة، يعني هي تقريبا القرص الطرية طريقتها واحدة. هنشتغل على كيلو دقيق. هحط على الكيلو دقيق ده كوباية من السمنة. كوباية السمنة دي بقى ممكن تبقى نص سمنة ونص زبدة، تلات ارباع سمنة وربع زيت. اهم حاجة ان احنا ما نكترش الزيت. انا هنا عاملاها بسمنه بس ما حطيتش زيت خالص وما حطيتش زبده. الماده الدهنيه دي بقى ترجع لك انت زي ما انت عايزه، بس طبعا لما بتبقى بسمنه بتبقى افضل. انا هنا وانا بعمل هقول لكم على شويه حاجات كده لو عملناها هتطلع معانا القرص الطريه حلوه. انا عملت القرص الطريه كذا مره، وفي طبعا غلطات بنقع فيها. مش هقول لكم ان هي بتطلع معايا كل مره مظبوطه، حتى لو انت بتعرفي تعمليها وبتظبطي ايدك وارد ان هي تطلع معاكي مش مظبوطه. طب ايه الغلطات اللي ممكن تقابلنا؟ بس الاول كده نقول المقادير بتاعه الكيلو. يبقى كيلو الدقيق هياخد كوبايه من السمنه او الماده الدهنيه، اهم حاجه ما نكترش الزيت. وهنا انا كان عندي زبادي، هعجن بزبادي. عندك لبن رايب، عندك لبن حليب، عندك وش لبن، قشطه، اللي عندك. كل ما كانت الحاجات اللي عندك دسمه وحلوه تطلع معاكي القرصه حلوه وطعمها حلو. هحط معاها 3 4 معالق سكر، كيس فانيليا. كيس الفانيليا بيخلي ليها ريحه حلوه قوي. ذرة ملح، وهحط معاها معلقة خميرة، وهحط معلقة من البيكنج باودر. عايزة تحطي بقى معلقة من اللبن البودر حطي، مش عايزة، احنا كده كده عاجنين بلبن وزبادي فهي فيها كمية ألبان كتيرة يعني. هنفضل نزود الكمية بتاعة الزبادي او اللبن او اللي انت هتعجني بيه لحد ما تبقى معاكي العجينة ملمومة. تمام، ملمومة. مش ناشفة ومش طرية جامد. هوريها لكم كده هتبقى شكلها ايه. شايفين هو الشكل ده اللي هي العجينة معايا طرية. طرية بس بتلزق حاجة بسيطة خالص، مش بتلزق جامد. يعني انتوا شايفين بتتمسك في الايد، يعني لو الايد التانية نظيفة مش هتمسك فيها. بس هديها بس معلقتين من الزيت عشان الم بيها العجينة وهحطها تتخمر. هنا بقى هنشوف مع بعض اول غلطة ممكن نعملها واحنا بنعمل اي معجنات، مش لازم القرص. بصوا هي لحد هنا ممتازة جدا. شايفين قوام العجينة ده عامل ازاي؟ هو ده قوام العجينة اللي احنا عايزينه. بتسيبيها تتضرب كتير وتتعجن كتير علشان تطلع معاكي ايه، بتلت كده. شايفين هي كده ممتازة. طيب ايه الغلطة اللي احنا عملناها بقى؟ هوريها لكم. الاول هطلع العجينة بتاعتي، هحطها في طبق علشان اخمرها. تمام، وهنسيبها بقى لما تخمر وبعدين هنرجع لها تاني وهنشوفها. شايفين العجينه نازله ازاي؟ عامله زي المستيكه بالظبط كده. انت العجينه بتاعتي مظبوطه جدا. حلو حلو. طيب ايه بقى الخطأ الاولاني اللي انا وقعت فيه؟ اول خطأ انا وقعت فيه ان انا سبتها تخمر زيادة عن اللزوم. كان التخمير بتاعها زيادة. هتشوفوا دلوقتي العجينة خمرانة لدرجة ان هي فارت خالص. بصوا كل ده انا عمالة اعجن والت فيها، يعني هي كانت ممتازة معايا. بصوا فارت ازاي، بصوا بقت عاملة ازاي. فارت قوي، يعني خمرت زيادة عن اللزوم. انا سهيت عليها، كنت بعمل حاجات ومش فاضية ان انا اروح لها، فسهيت عليها. فده برضو يخلي معاكي الخمران. يعني انتوا تقولوا ده كده خمرت وبقت لا، الخمران الزيادة ما يخليهاش، يعني عارفين، يوقف فيها الخميرة ما تقبش تاني. فاهمين ازاي؟ المهم ما تسيبوهاش تخمر زيادة عن اللزوم. تاني حاجة واحنا بنعمل القرص، بصوا انا باخد على طول، بصوا باخد من العجينة، انا ما بهبطش الخمر. علشان تاخدي قرصة طرية وحلوة ما تهبطيش الخمر. بصوا انا باخد بس ايه العجين اللي هو عمال الخمران اللي طالع ده اهو. وتعمليها كورة بقى او قرصة، يعني زي ما انت عايزة في الوقت ده تحشيها، تحطي فيها جبنة، تحطي فيها عجوة، تحطي فيها سكر وقرفة زي ما انت عايزة. وتعمليها طبعا بالحجم اللي انت عايزاه. في خطأ تاني انا وقعت فيه برضو. بصوا لما تيجوا تعملوا حاجة، انا ايه اللي خلاني اقع في الاخطاء دي مع ان انا عارفة انها، يعني وانا بعملها عارفة ان هي هتطلع في الاخر ايه، ناشفة. يعني في حاجة، يعني في صاج طالع ناشف وانا عارفة ليه. ما تعملوش حاجة وانتوا متسربعين. انا كنت متسربعة جدا وورايا كذا حاجة ومعرفش ايه اللي قومها في دماغي ان انا اعمل القرص، وبعد ما عملتها وعجنتها يعني بقيت متسربعة، يعني جالي حاجة فانا عايزة اخلص.
بصوا بقى الاول بنقرصها كده، ما تهبطوش الخمر بتاعها، تاخدوا منها وتقرصوا وتحطوا في الصاج اللي انتوا ايه هتخبزوا فيه. بتقطعيها او بتعمليها كور على قد ما انت عايزاه، كبيره بقى صغيره زي ما انت عايزه، اهو كده الحجم ده. وتسيبي طبعا مسافه ما بين كل واحده وواحده علشان لما نرجع نبططها تاني يبقى ايه في مسافه. تمام تمام. هنا بقى ايه كانت القرص انا بوريها لكم بعد كام يوم، يعني ده كده بعد تالت يوم كمان ولا حاجة، كانت في الفريزر وانا بطلعها بقى من الفريزر، ايه بحط عليها جبنة او حاجة. في المقطع بقى اللي انا كنت عايزه اوريه لكم ده راح مني مش لاقياه، فتقريبا اتمسح. المهم ايه الغلطه بقى اللي انا عملتها تاني، ان انا بعد كده قطعتهم في الصاج جنب بعض، ما سبتش مسافات، يعني كنت سايبه مسافه صغيره جدا، فلما جيت ابططها بقى وافردها لقيتها إيه يعني هيدخلوا على بعض كده. فروحت جايه بعد ما انا فردتها، بعد ما بططتها وفردتها وخمرت، رحت جايه شايلها من الصاج حطها في صاج تاني، بس كده خلاص باظت. طالما شلتيها ورفعتيها من بعد ما خمرت وبططتيها وخمرت، ما تتحركش بقى من المفروض من الصينيه بتاعتها. انا حركتها ويعني كنت حاسه ان الصاج مزنق، بقيت اشيلهم واحطهم في صاج تاني، وانا بشيلهم كنت حاسه ان الخمر بينزل منهم، فده يطلع معاكي القرص ناشفه شويه. انما لو انت من الاول مقطعاهم وحطاهم في الصاج وسايبه مسافه، وبعد التبطيطه خمروا براحتهم، هتطلع معاكي كويس جدا. واخبزيها على فرن 200 وهتطلع معاكي ممتازه. بس كده عملنا بقى القرص الطريه. كنت جايبه كمان بتنجان، وقلت بقى ايه اعمل شويه بتنجان مخلل. البتنجان المخلل ده ساعات يهف عليا كده حسب المزاج يعني، فبجيب كده كمية وبغسلها الأول وبعدين بسلقها بالعين الأخضر بتاعها مش بشيله. بعد كده بعمل هنا معاكم في الكب قرنين فلفل أخضر حامي، على قرنين فلفل أخضر كوبي، عندك أحمر عندك ملون عادي. بحط معلقة هريسة فلفل كنت عاملاها وشايلاه في الفريزر، معلقة توم كبيرة، وبحط ملح وبحط كمون، ولو عندك شوية بقدونس أخضر كمان حطي، بس أنا ما كانش عندي. وبحط معاهم شوية زيت وبضرب، ما بحطش خل، ساعات بحطه ساعات لا، بس انا يعني كنت سلقاه كويس فما حطيتش، عشان انا ما كنتش عايزاه ايه يهري، او ما كنتش عايزه يبقى فيه الطعم ايه لاذع جامد يعني. بس ضربت الحاجه دي كلها في الكبه. انا بشيل العين الاخضر بعد ما بسلقه، بنضفه بعد ما بسلقه علشان يفضل القلب من جوه لونه ابيض. شايفين لونه ابيض ازاي؟ بس وباخد الخلطة دي حطيت عليها زيت وانا بضربها، يعني حطيت الزيت وانا بضرب. عايزة تحطي معلقة خل صغيرة حطي مفيش مشكلة. بس وبملى بقى القلب كده بتاع البتنجان. انا احب املاه حشو، يعني احب يعني مش بحب الحسه كده، لا احب املاه كده يبقى مليان خلطة. وبعمل خلطة بزيادة لان انا بزود عليها شوية من مية السليق بتاعة البتنجان، انا مش برميها، بخلي شوية من مية السليق. طبعا انا غسلة البتنجان كويس قوي قبل ما اسلقه، عشان انا عارفة ان انا هاخد شوية مية من اللي انا سلقت فيه. بس وبملى كده البتنجان بتاعي وبرصه. وبقيت الحشوة اللي عندي دي بحط عليها حوالي نص كوباية من مية السليق بتاعة البتنجان، وبنزل بيها على وش البتنجان كده اهي من فوق، وبعدين بدي في الاخر رشة زيت. بس كده ودخلي بقى التلاجة وكلي احلى بتنجان في الدنيا، طعمه روعة. وسلام كمان لو عندك حبة بقدونس خضر، بس انا ما كانش عندي، برضو بيدي طعم حلو قوي. ما تزوديش الكمون في الخلطة علشان ما يمررش معاكي. بس يا حلوين قولوا لي بقى ايه رايكم، لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك 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 كتير، ولو عايزين مني اي حاجه تاني اكتبوها لي وان شاء الله اعملها معاكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ادي رشه الزيت من على الوش، قفلي بقى علبتك حطيها في التلاجة. بتنجان حلاوته وهو ساقع، يعني ده لو عملتيه الصبح وعلى غدا هيبقى روعه. بس كده اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم ايه، باي باي.